زي ما انت شفتي في العنوان كده. ضيفي معلقتين للكيك وانسي هم الكيك خالص، وانسي هم تزيينه بقى وهم اي حاجة خالص. هتعملي كيك مميز بطعم لذيذ وجميل، ولا هتحطي كريمة ولا هتحطي اي حاجة خالص. هو يتاكل كده لوحده، مش محتاج اي حاجة جنبه خالص، غير بقى كوباية العصير، كوباية الشاي بلبن، القهوة، النسكافيه، اي حاجة بتحبيه معاها. ده طبعا هيكون فطار اول يوم العيد الصبح، طبعا لو انت زي من الناس اللي ما بيعرفوش ياكلوا اللحوم الصبح. كيكة مميزة وجميلة وسهلة، اسرع كيكة هتعمليها في حياتك. وهقولك هتعملي فيها ايه علشان تظبطيها بالظبط، بحيث ان الحشو ما ينزلش تحت. بس علشان نعرف الجمال ده طلع ازاي، ما تنسيش اللايك للفيديو، كومنت جميل منك، والشير علشان يقدر يوصل لاكبر قدر ممكن، والسبسكرايب لو انت جديدة واول مرة تشوفيني، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهاردة هنعمل كيك سهل ولذيذ وسريع وبيتنسف حرفيا، وكمان هينفع تقدميه لضيوفك في العيد وانت مجمدة قلبك كده ومتأكدة ان هو هيعجب كل اللي هياكل منه ان شاء الله. في الاول سميت الله، جبت البولة بتاعتي، بولة كبيرة شوية مش البولة الصغيرة التانية، حطيت فيهم 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم بالظبط 3/4 كوباية سكر اللي هي 175 جرام 180 جرام. طبعا بحب اكد في كل مرة ان انا بستخدم كوبايتي المعيارية اللي هي الكوباية 250 ملي، فاكيد الربع كوباية بياخد بالظبط كده 60 جرام سكر. لو حابة توزني، لو حابة تحطيهم بالكوباية العادية مفيش اي مشكلة. انا حطيت 3/4 كوباية، وده كله نضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي مفيش اي مشكلة، او في الخلاط زي ما انت عايزة، ده كله يرجع لك. المهم ما تنسيش تحطي عليهم الفانيليا، وتحطي مثلا انا بحط لكل بيضة نص معلقة صغيرة فانيليا سايلة او ربع بودر، فانت تحطي طبعا وتظبطي على قد البيض. انا حطيت هنا حوالي معلقة ونص صغيرة فانيليا سايلة، وعلى طول نضربهم حوالي دقيقتين كده بالمضرب لغاية ما ياخدوا فوم كويس والسكر يدوب ويختفي نهائي، وننزل عليهم بنص كوباية زيت. بنزل زيت وانا بضرب زي ما انت شايفة كده، بس ما طولش في الضرب. اول ما نزل الزيت كله خلاص اوقف الضرب، وعلى طول نجيب الزبادي ده كان لسه خارج من الفرن، كنت لسه عاملاه جديد. شايفة قوام ما شاء الله. ما تنسيش تشوفي الفيديو بتاعه على القناة بأسهل وأبسط طريقة، من غير أي إضافات ولا نحط له مية ولا نعمل له أي حاجة خالص. زبادي هيطلع معاكي تحفة ولذيذ جدا. المهم حطيت كام جرام زبادي، حوالي 160 او 170 جرام. يعني هتجيبي من بره علبة اللي هي 160 او 165، او هتجيبي علبتين اللي هي 105 جرام، وتاخدي من كل واحدة معلقة صغيرة كده مليانة. ضربت الزبادي وخلاص كده انا خلصت سوايل. يلا بقى نشوف النواشف هنعمل فيها ايه. الكيكة دي من ابسط واسهل الكيكات اللي هتعمليها، وسهلة جدا وناجحة 100% بإذن الله. جبت معايا كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، منخول او انا لسه هنخله دلوقتي، وحطيت عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر اللي هي 10 جرام، ورشة الملح اللي ما نستغناش عنها ابدا. وطبعا كوبايتين الدقيق المعياريين دول بيعملوا بالظبط 300 جرام على الميزان. قلبت المكونات مع بعضها كلها كده، وعلى طول هبدأ انزلها على الخليط شوية بشوية، يعني هنزلهم على 3-4 مرات كده مع التقليب طبعا. وانا عايزة سمك الكيك دوت مختلف عن باقي الكيك شوية، علشان اعرف اظبط الحشوة اللي انا هحطها، وبحيث ان هي ما تنزلش تحت خالص. فسمك الكيك بتاعي هيكون زي ما انت شايفاه كده بالظبط، يعني متوسط مايل للتقل شوية. بالظبط المقادير اللي انا قايلها لك دي هتطلع كيك معاكي تحفة، مميز جدا جدا، وان شاء الله هيعجب كل اللي هياكل منه. هنركن بقى الخليط اللي معانا ده على جنب، ونشوف هنستخدم قالب عامل ازاي. انا معايا هنا القالب اللي هو الصينية الوسط. انا ما بحبش الكيك عالي زي ما انتوا عارفين ومتعودين مني، انا بحب كيك مظبوط كده متوسط، لا عالي هش جامد ملهوش لازمة معايا بصراحة، ولا هابطة طبعا بايظة، لا انا بحبها كده مظبوط. فرشة سمنة كده جوه القالب ووزعتها تحت وفي الجناب، ومعلقة دقيق كمان وزعتها كويس. واهم حاجة نزلت باقي الدقيق كده خبطتين على حوض المطبخ، هينزل لك كل الدقيق كله. ونزلت نص الخليط تقريبا، انا هنا ايديا زودت سنة مش النص قوي، بس انتي هتنزلي نص الخليط تقريبا وتوزعيه في الصينية. نيجي للحشوة بقى اللي هتطعم لنا الكيك معانا وهتطلعه مميز وجميل جدا.
معايا هنا حوالي 150 جرام مربى مشمش. طبعا تحطي مربى زي ما انت عايزه والنوع اللي تحبيه واللي يحبوه ولادك. حطيتهم في كيس حلواني وقفلتهم بالمشبك زي ما شفتي كده علشان اعرف اتحكم فيهم. ممكن تحطيهم في كيس تلاجة مفيش اي مشكله. بس بمناسبه كيس الحلواني ما تنسيش شوفي الكوكيز والستيكس اللي احنا عملناها بيه وكانت روعه. هسيبلك الفيديوهين بتاعتهم في علامه الاي وتقدري تدخلي تشوفيهم على القناه. وزعت كده المربى توزيع عشوائي خطوط، حابه بقى تعملي خطوط طول بالعرض زي ما تحب. المهم ان احنا عاملين خليط يمسك المربى يخليها موجوده في النص ما ينزلهاش تحت، ودي اهم حاجه معانا. ونزلت عليهم باقي الخليط زي ما انت شايفه كان اقل من اللي تحت شويه. حاولي بقى تنصصي انتي. انا بصراحه وانا بصور ببقى باصه شويه في الحاجه اللي انا بعملها وشويه على الكاميرا، فالدنيا ساعات بتفلت مني شويه. جبت بقى بقيه المربى وبوزعهم برضو بنفس الخطوط على الوش. حابه بقى اللي على الوش دي حابه تحطيها مفيش مشكله، مش حابه برضو مفيش اي مشكله خالص. تقدري تجيبي 75 جرام مربى بس وتحطيهم حشو في النص كده. مميزه وجميله ولذيذه، شكلها يتاكل وهي نيه اساسا. على طول بقى هتدخل فرن مسخن مسبقا 7 دقايق او 5 دقايق بس على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. انا قعدت معايا بالظبط نص ساعة بس. فطبعا قعدت نص ساعة علشان القالب بتاعي كبير، وانت كل ما يصغر معاكي القالب كل ما هتقعد اكتر. ده طبعا بيكون على حسب سمك الكيك نفسه. وعلشان انتي مثلا ما تتلخبطيش، اول ما يفوت نص ساعة بالظبط ممكن تقدري تفتحي عليها عادي وتختبريها بالستيك او بالسكينة. هتلاقيها مش طالع حاجة من القلب، فكده هتكون استوت. ما تطلعهاش على طول، هتقفلي عليها الفرن وتسيبيها دقيقتين 3 والفرن شغال وتقفليه. وبعد كده تطلعيها بعد 5 دقايق هتلاقيها زي الفل. شايفة ما شاء الله هي اصلا ممتازة. سيبيها تبرد كده بس حوالي 10 دقايق او ربع ساعة مثلا. سيبيها على الرخامة، ولو مستعجلة سيبيها على السيراميك. اهم حاجة سيبها تبرد عشان لو مسكتيها وهي سخنة كده المربى هتكون مولعة ولا قدر الله ممكن تتلسعي. وبمناسبة اللسع والحروق بتاع المطبخ اللي اصلا بتزيد جدا في الصيف، ما تنسيش تشوفي فيديو الحل السحري للحروق ولسعات المطبخ. هتلاقيني ان شاء الله سايبهولك في اخر الفيديو دوت. تعالي بقى نشوف الكيك الرهيب دوت. بجد حاجة كده ممتازة ولذيذة. وشايفة الحشو في النص اهو زي ما قلتلك منزلش تحت ولا حصل له اي حاجة خالص. وزي ما انت شفتي انا قلبتلك الصينية وكانت ممتازة ومش لازقة ولا فيها اي مشكلة. بالنسبة كان في حفرة كده في الكيك لما قلبته، دي علشان الصينية بتاعتي بحطها على البوتاجاز من فوق كتير، فعشان كده بيبقى فيها مكان عالي شوية عن بقية الصينية، فهو ده بس السبب. لكن ما شاء الله تسويتها ممتازة وتحفة وجميلة جدا زي ما انت شفتي. بجد هي لوحة فنية كده مش محتاجة اي حاجة خالص. كوباية الشاي بلبن بتاعتك بقى في اول يوم العيد الصبح كده، او كوباية النسكافيه، وعلى طول هو ده احلى فطار. يعني ما تدوريش ولا تحتاري، هو ده فطار العيد. طبعا لو بيجيلك ضيوف اول يوم العيد حاولي تزودي في الكمية لانها حرفيا بتتنسف. وكمان انا بكون عامله مثلا شويه منين، وهسيبلك الفيديو طبعا في علامه الاي، شويه قرص طريه كده وبس كده. هو ده كده بقى التقديمات بتاع العيد. والترمس طبعا اوعي تنسيه، هخليكي تعمليه في يوم واحد الترمس البلدي. وشوفي الفيديو على القناه كنت عاملاه في العيد الصغير تحفه. هتعمليه وهيطلع ألذ ترمس هتاكليه في حياتك. تعالي بقى نشوف القمر والجمال اللي احنا عاملينه دوت. انا طبعا زي ما انت عارفه انا مش هنزل وصفات للعيد حادق، هنزل حلو بس، علشان انا ان شاء الله سايبالك ملف كامل لوصفات عيد الاضحى على القناه. هسيبهولك كمان ان شاء الله في اخر الفيديو دوت، او تدخلي على القناه وصفات عيد الاضحى بطريقه دعاء زين. هتلاقي ان شاء الله الفته واللحمه من اول سلقها وازاي تسلقيها وازاي تطلعي شوربه جميله ولذيذه وصافيه. وكمان الرز الابيض والرقاق ازاي تعمليه عجينة وتسويه وصينية، واللحمة المفرومة ده كله ان شاء الله هتلاقيه في الملف اللي هسيبهولك. وما تنسيش طبعا الفيديو لو عجبك كومنت الجميل منك هستناه، واللايك والشير الفيديو علشان اوصل لاكبر قدر ممكن. وعيد سعيد يا رب عليكم وعلى الجميع. وما تنسيش ان الجودة بالموجودة، اللي موجودة عندك تقدميه. وطبعا استقبال الضيف
احسن من الاكل والشرب. استقبلي الضيف كويس واحسني ضيافته وباللي موجود عندك، والبركة بتزيد باللي موجود. ونصيحة اختي ليكي، اوعي تكلفي نفسك او اسرتك او جوزك فوق طاقتهم. كل اللي موجود يكفي ويقضي، والبركة ان شاء الله بتحل فيه.